الحمد لله. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونتوب إليه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله محمد رسول الله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر وأخطأ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وكلامه، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله تعالى وإياكم من حرها وعذابها. تكلمنا في الخطبة السابقة عن الفتن، وعن أننا في زمان الفتن، وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الفتن، فقال لنا أن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. وحذرنا أيضا أنه يأتي زمان يكون فيه من الفتن أن الرجل يقف بجوار القبر يتمرغ يقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر. نسأل الله تعالى أن يقينا جميعا من الفتن. وفي هذه الأيام المباركة، ومع اقتراب شهر ربيع الأول، وسنرى في هذا الشهر كثرة الحديث عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فأحببنا أن نبدأ حديثنا عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأن نعلم كيف كان العالم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهل كان العالم يحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. صلوا على رسول الله. لازم تعرف وتستوعب ويكون عندك نوع ولو قليل من المعرفة العالم كان عامل إزاي. زي ما احنا في هذا الزمان نقول أنه زمان فتن، وأنه زمان معاصي، وأنه زمان بعد عن الله، كيف نصلح هذا الزمان؟ بالقرب من الله سبحانه وتعالى. زمان أمراض، من ماذا أتت هذه الأمراض؟ من بعد عن الله سبحانه وتعالى. زمان غلاء، من ماذا أتى هذا الغلاء؟ من بعد عن الله سبحانه وتعالى. زمان قتل واعتداءات، من ماذا أتى كل هذا؟ من بعدنا عن الله سبحانه وتعالى، وكلنا نقولها ولا يخفى على أحد منا قول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وحدوا الله. البعد عن الله سبحانه وتعالى يفسد كل شيء، يفسد كل شيء. تجد الغلاء من البعد عن الله سبحانه وتعالى، تجد اعتداءات وقتل ومعاصي وفجور من البعد عن الله سبحانه وتعالى، بل تجد الأمراض بعدا عن الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى علينا لما كورونا جت قلنا ايه؟ قلنا جند من جنود الله. هذا جند من جنود الله يحذرنا
وينبهنا إلى أن الحياة تنتهي في ثانية، إلى أننا لا نستطيع عقاب الله. أنا وأنت وأكثرنا قوة وأكثرنا أموالا وأكثرنا علما لا نستطيع عقاب الله سبحانه وتعالى. فنجد فيروس لا يرى بالعين يعمل إيه؟ يبهدل حياتك لوحدك. كلا يوقف الدنيا قاطبة. تفتح دلوقتي تجيب صورة لمكة تجد الكعبة ليس حولها أحد. الكعبة لو جيت لواحد قبل الموضوع ده وقلت له الكعبة يبقى ليها صور ما فيش حد قاعد بيصلي ولا بيطوف ولا حاجة، يقول لك أنت إيه؟ أنت بتهزر، ده في الأحلام. رأينا الكعبة ليس حولها أحد كأن العالم انتهى. العالم قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان في أفظع من هذا. نجد الناس ابتعدوا عن عبادة الله سبحانه وتعالى، فنجد في الروم يعبدون ثلاثة: الأب والابن والروح القدس، وحدوا الله. آخر نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان من؟ سيدنا عيسى، صلوا عليه. سيدنا عيسى جه قال في إله واحد اعبدوه، فشبه لهم وصلبوه وعبدوا إيه؟ وعبدوا ثلاثة، وكانوا يتنازعون في هذه الثلاثة. يقول لك ثلاثة في واحد، بس هم ثلاثة بس واحد، ويلا نلف وندور. تذهب إلى الفرس ودول أقوى دولتين في هذا الزمان، تذهب إلى الفرس تلاقيهم بيعبدوا إيه؟ النار. وهذه النار لها خادم، هذا الخادم قاعد صاحي مركز، النار دي ما تطفيش. ليه؟ هذا هو الإله، نعوذ بالله من ذلك. وحدوا الله. كثير من قول لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إيه؟ قال لك جددوا كتير إيمانكم، أكثروا من قول لا إله إلا الله. خلي لا إله إلا الله من الأذكار الثابتة عندك، على الفاضية والمليانة كده وانت قاعد تقول لا إله إلا الله. جدد إيمانك، ذكر نفسك إن في هذا الزمان، في زمان العلم والمعرفة والتكنولوجيا والتقدم والذكاء الاصطناعي والروبوتات وكل هذه الأشياء، في ناس لسه بتعبد أصنام، في ناس لسه بتعبد بوذا، في ناس لسه بتقول لك الإله يتجسد، نعوذ بالله من ذلك، في بقرة. واخد بالك؟ يبقى أنت محتاج فعلا إيه؟ تجدد إيمانك أول بأول. قول لا إله إلا الله. فالروم يعبدون ثلاثة محرفة من المسيحية، والفرس يعبدون النار. فالإله في نظرهم نار. واحد إنسان زي وزيك هو اللي قاعد مخليها عايشة. يعني لو الراجل ده نام أو الناس دول ناموا كانوا أكلة تقيلة كده وناموا كلهم مرة واحدة، إلههم يروح فين؟ يتبخر. شايف الآلهة عاملة إزاي؟ يتبخر. تروح للصين والهند تلاقي هنا بيعبدوا بوذا وهنا بيعبدوا كونفوشيوس، إله صنم وإله صنم، نعوذ بالله تعالى من ذلك. تأتي إلى العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون الأصنام. طب الأصنام دي عبارة عن إيه؟ مناه واللات وغيره. واحدة فيهم حجر، هي عبارة عن حجر كبير بس، صخرة كبيرة ما عرفناش ننقلها، فهيعملوا لها إيه؟ هيعبدوها. طب والتانية 3 شجرات جنب بعض، ده إله؟ نعم. طب والتالتة صنم. طب والرابعة يقول لك راجل وامرأة زنوا في الكعبة فعملوا لهم أصنام عشان تماثيل عشان يكونوا عبرة، وبعد شوية عبدوهم. وحدوا الله. العالم كان محتاج النبي صلى الله عليه وسلم، العالم كان يحتاج بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. عبادة أصنام. طب الحجر الكبير اللي هم بيعبدوه ومش هيقدروا ينقلوه عشان اعبده وانا في البيت، لو الجو ساقع قوي ولا حر قوي مش هقدر اروح المعبد،
اعمل ايه؟ يروحوا عاملين لك صنم صغير كده، اله صغير ميداليه، تحطه في جيبك، تروح بيه البيت. لو النهارده اليوم صعب شويه تعبده. احنا بنسمع الكلام ده ليه؟ انت بتسمعه ليه؟ وانا بسمعه ليه؟ وبعرفه ليه اصلا؟ عشان تعرف ان في فتن، وعشان تعرف ان في ضلال، وعشان لما اقول لك في هذا الزمان بعض الناس لسه بتعبد حجر، تخاف على نفسك وتخاف على ابنك وتخاف على بنتك، وتقعد تلاقي ابنك بيسمع ايه وبيعمل ايه وبيروح الجامع ولا لا. وزي ما بتضربه على غيابه من المدرسه اضربه على غيابه من المسجد. صلى في المسجد ولا لا؟ صلى اصلا ولا لا؟ ابنك حافظ قران ولا لا؟ ابنك مداوم على حفظ القران وعلى الشيخ، ولا مداوم على الدروس عربي وحساب وانجليزي وكذا وكذا عشان النجاح والسقوط؟ لما بنيجي نتكلم ونقول جاهليه وايام جاهليه، بعض الناس يقول لك ايه، خلاص بقى زمن علم وتقدم، يظن ان الامر قديم. بس لازم تنتبه، زي ما قلنا في ناس دلوقتي مفكرين وباحثين وعلماء، وبيبص في الذره اللي ما بنشوفهاش بعيننا. واحد تاني بيدرس لك الكواكب الاخرى اللي بيننا وبينها ملايين السنين. واحد ثالث ربنا جعله سبب انه يخترع علاجات لامراض. واحد رابع بيحط قواعد لعلوم. وعلى كل هذا تيجي تبحث عنه الديانه البوذيه. يعني ده بيعبد ايه؟ صنم. عالم جهل كبير، قدوه لبعض الناس بل لكثير من الناس، بيمسك حجر يعبده. هذه الاشياء لتتفكر إنها تذكرة، هذه تذكرة لك ولي. لا خد بالك، أصل الحاجات دي إحنا بنعرفها ليه؟ تعرفها عشان تخاف. كانوا بيعبدوا صنم زمان ويعبدونه الآن. اعمل صنم صغير عشان لو مسافر يبقى في جيبي، حبيت أصلي ولا حاجة أطلع وأصلي. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول لك جعلت الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا. وحدوا الله. مش محتاج صنم ولا معبد، نعوذ بالله من ذلك، ولا كل هذه الأشياء. الله سبحانه وتعالى معك في كل مكان، وتستطيع أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى من كل مكان وفي أي وقت وعلى أي حال. لو كنت في وسط البحر تصلي وتصل صلاتك إلى الله سبحانه وتعالى وتكون بين يدي الله سبحانه وتعالى. لو كنت في وسط الصحراء نفس الأمر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أكرمك بالإسلام. وفي جزيرة العرب يعبدون الأصنام، بيحجوا للكعبة وحاطين الأصنام جوه الكعبة. يعني الكعبة اللي بنحج لها أو اللي هم بيحجوا لها حاطين الأصنام جواها. ليه؟ الدنيا. تفكرهم متدينين؟ تفكرهم ملتزمين بعبادة الأصنام؟ لا، هذه الدنيا. الدنيا إزاي؟ أصل إحنا كانوا بيعملوا حلف مع القبيلة الفلانية، فقريش عملت حلف مع القبيلة الفلانية، بقينا أصحاب، عايزين نكرمهم، نعمل الإله بتاعكم ده اسمه اسمه فلان، اعملوا له صنم، اعملوا له تمثال، ونحط التمثال ده على حسب قوة القبيلة ومدى الصداقة قدام الكعبة، جنب الكعبة، لازق في الكعبة، فوق الكعبة أو جوه الكعبة. شوف انت هتدفع قد ايه عشان نحط لك الإعلان. ما هي إعلانات، هذه إعلانات كما في زماننا الآن، إعلانات خمور وإعلانات 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 وإعلانات. وتلاقي والعياذ بالله الشيخ طالع يفتي الناس، والإعلان اللي بيجي فاصل بينه وبين الكلام بتاعه ده وده، واحدة متبرجة، إعلان لكذا أو كذا، نعوذ بالله من ذلك. وحدوا الله. قوة القبيلة أو القبيلة دي بتدفع قد إيه، أو القبيلة دي هتحمينا إزاي، أو القبيلة دي هتدينا إيه لما تروح رحلة الشام أو رحلة اليمن. فبناء عليه
هنحط لهم الصنم بتاعهم فين؟ هنقربهم ازاي؟ شفت العالم كان عامل ازاي؟ هذا العالم الذي كانوا فيه البنات بالنسبة لهم ايه؟ حاجة غريبة. بنت، هخلف بنت. ياه، في ناس دلوقتي كده يقول لك قال لمراته لو خلفت لي بنت هيطلعها. وحد الله، مش بنسمع ولا انا جاي من كوكب اخر؟ انا لسه طفل صغير، سمعناها كتير. يقول لك خلفت 4 بنات وحملت في الخامس، فقال لها لو خلفت بنت هطلقك. سمعناها كتير جدا. يا عم ده في البلاد، لا في بلادنا، في وسط الناس المتعلمين، بل ربما قالها جامعي متعلم. هم بقى زمان كانوا بيعملوا كده. شايف انت عامل شبه مين؟ شبه اللي كان ايه؟ ايمسكه على هون ام يدسه في التراب. طب انا جايه لي بنت، يا اما تعيش معايا واهنها او ادفنها حيه. عرفت العالم كان في ايه؟ العالم كان عايش ازاي؟ العالم كان اما غني او فقير، اما سيد او عبد، اما مطاع واما مذلول، نعوذ بالله من الذل. العالم كان في الروم كانوا بيدخلوا حلبة كده، يدخلوا فيها أسد وقصاده بني آدم، والناس بره قاعدة بتتفرج وبنضحك وشوف العرض. هذا كان إيه؟ هذا كان العالم قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. الفرس كان أبشع الناس، إيه؟ طبقة حاكمة وكهنة وناس عاديين وشوية بشر عادي خالص. نقرأ بالصدفة يقول لك في العراق القديم كان في إله بيتقربوا ليه إزاي؟ عاملين له صنم من معدن. إيه القربة ليه؟ يجيبوا لهم أطفال الرضع يحطوها على إيديه ويولعوا فيه. شفت العالم كان فيه؟ شفت البعد عن الله سبحانه وتعالى بيعمل إيه؟ شفت عدم السير على طريق الله سبحانه وتعالى بيعمل إيه؟ شفت العالم كان محتاج النبي صلى الله عليه وسلم إزاي؟ شفت ليه ربنا سبحانه وتعالى يقول لك لقد من الله منا، هذه منة لك ولي ولهم في زمانهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. منة من الله سبحانه وتعالى. نجد بلال العبد الذي يذل هو مين دلوقتي؟ سيدنا رضي الله تعالى عنه وارضاه، سيدنا بلال. نجد سلمان الفارسي وله قصة فيها من العبرة ما فيها، الذي صار بعد أن كان خادم النار. سيدنا سلمان ده كان هو إيه بقى؟ كان هو اللي بيولع إيه؟ النار بتاع الإله في الفرس. مشى به الزمان إلى أن أصبح عبد. أصبح عبد عند رجل يهودي في المدينة. ثم جاء النبي إلى المدينة فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فأعزه الله، فأصبح الآن من؟ سيدنا سلمان الفارسي. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على سيد الخلق وعلى رأس البشر الشفيع المشفع في أرض المحشر. ثم أما بعد، أولا اقتراب موعد نحتفل فيه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن لم يكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا الموعد. ولكن السؤال، أنت كنت عارف إن الموضوع ده قرب، ولا أنت اتفاجئت لما لقيتهم حاطين حلاوة المولد؟ إيه الأخبار؟ قلناها مرة واثنين وثلاثة وسنكررها. لازم تبقى عارف التاريخ الهجري، لازم إلزامي تبقى عارف التاريخ الهجري، تبقى عارف أنت في شهر إيه، تبقى عارف أنت في سنة إيه، ما تتفاجئش. إيه ده؟
حلاوة المولد احنا في شهر ايه؟ احنا في شهر صفر، والقادم ربيع الأول الذي يحتفل فيه بمولد النبي كما قلنا، وإن كان لم يثبت أن النبي ولد في هذا الشهر. ولكن لما تتفاجئ دي مشكلة. أصل أنت عارف وأنا عارف والراجل اللي في الشارع عارف إن إحنا في شهر 8، في أواخر شهر 8 أغسطس. عارفين ده ولا لا؟ نعم، لأن عليه مدار الدنيا. أصل الدراسة هتبدأ شهر 9 اللي هو سبتمبر، فعارفينه، والمرتب هينزل في آخر الشهر، كل واحد بقى ومواعيد شركته أو كل واحد ومواعيد عمله فحافظينه. طب التاريخ اللي هيكون فيه مثلا صيام أيام قمرية عارفه ولا مش عارفه؟ التاريخ اللي هتلاقي نفسك فجأة ياه هو باقي على رمضان 5 شهور. هتعمل كده لما تتفاجئ المفاجأة دي غلط. احنا في شهر 8 2025، الشهر اللي في الهجري رقم كام؟ عارف ولا مستغرب رقم كام؟ رقم كام صحيح؟ شهر ربيع، بعدين شهر مش عارف، شهر 2. احنا في شهر 2 هجري. المفروض ابقى عارف، نعم، وتبقى عارف اسم الشهر، وتبقى عارف مواسم الطاعات. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما ينفعش تتفاجئ برمضان، ما ينفعش تتفاجئ بشهر الله المحرم اللي هتصوم فيه عاشوراء. ايه ده؟ ده الشيخ النهارده بيقول صيام عاشوراء، ده احنا في اول السنه. يا الله نسينا، وحدوا الله. لازم تفطن لهذه الايام، ولازم تعرف هذه الايام هي ما عليها مدار حياتك. حياتك أتت للعبادة، أتيت في هذه الحياة للعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادتك على هذه الأشهر، يبقى لازم تعرف هذه الأشهر. عرفت هذه الأشهر، واليوم تحدثنا عن العالم كيف كان يتعطش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا العالم أيضا كانت فيه أوبئة وأمراض. انتشار هذه الأوبئة وهذه الأمراض كان بسبب البعد عن الله. الطاعون قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم موت حوالي 30% من سكان العالم. انت متخيل الرقم؟ 30%. يعني لو فرضنا العالم 100 مليون، في 30 مليون ماتوا من الطاعون، زي ما في ملايين ماتوا من الكورونا اللي هي جند من جنود الله، اللي هي سبب وعقاب من الله سبحانه وتعالى بسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى. لازم تعرف مثل هذه الأشياء لقربك من الله، تقرب من الله سبحانه وتعالى، تعرف الناس كانوا عايشين ازاي وبعدوا عن الله ازاي، فحصل فيهم ايه. ما تقولش انا مالي اعرف تاريخ الناس دول ليه، انا اعرف حصل فيهم كذا وكذا ليه. لانه هناك فتن، كما قلنا وكررنا مرارا ونكررها وسنكررها. في هذا الزمان هناك من يعبد الاصنام. انت بصيت لهم ازاي بس؟ ازاي؟ ازاي؟ غريبة صح؟ وربما لو ركزت لوجدت أمورا من العجائب تفعلها وأفعلها نظنها إيه؟ عادي. هذا من البعد عن الله سبحانه وتعالى. الناس تحتاج إلى الدين، نحن نحتاج إلى الدين، نحن نحتاج إلى القرب من الله سبحانه وتعالى، نحن نحتاج إلى قراءة كتاب الله والتمسك بكتاب الله ومعرفة ماذا في كتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث قال عن الفترة التي قبله: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ما توحد الله. كان في كم واحد كده معدودين على الأصابع، معروفين إن هم إيه؟ لسه ماشيين على إيه؟ على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب النبي قال لك إيه؟ إن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم عجمهم، جماعة الأجانب، لا، عربهم أولا وعجمهم. إيه ده؟ يعني إحنا ملناش ميزة إن إحنا عرب بقى وكده نعمل اللي نعمله؟ لا. طب ده أنا مولود مسلم بس ما بصليش، مالكش ميزة. يعني نظرة الرحمة تصيبك؟ لا. لو كنت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، صل على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إيه؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. كانت الناس إيه؟ طبقات. أصل أنت كذا يبقى أنت تمام، أنت مش مسلم تبقى مش تمام. كلا، أنت مولود مسلم
هل تفعل الإسلام أم لا؟ إياك أن تظن إن عشان اسمك علي إن أنت خلاص نجوت. لم تنجو بعملك. هتنجو يوم القيامة بعملك، بقربك من الله سبحانه وتعالى، ليس لأن اسمك مسلم، ولا لأنك في البطاقة مسلم، ولا لأنك عربي، ولا لأنك أبيض، ولا أي شيء. ألا لا فضل لعربي على عجمي، عشان تكون فاكر إن أنت أحسن من الأجنبي. الأجنبي لو مؤمن فهو عند الله أفضل مني ومنك. لا فضل لعربي على عجمي، ولا أبيض على أحمر، ولا أبيض على أسود. أصلا أبيض عادي، لا فرق. الفرق كله في تقوى الله سبحانه وتعالى. فالعالم كان يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الخطبة القادمة بإذن الله تعالى سنحاول أن يكون الحديث عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم لنعلم مدى الفرحة ومدى السرور الذي قابل به العالم النبي صلى الله عليه وسلم. وختاما يذكر بأمرين، أولهما موضوع إن أنت تبقى جاي هتدخل صلاة الناس بتصلي فعليا. في حاجة أولانية اللي هي أول تكبيرة بنكبرها عشان نصلي اسمها تكبيرة الإحرام. ما ينفعش تكبرها وأنت لسه متنازل، واخد بالك؟ يعني ما ينفعش تبقى الله أكبر، لا كده أنت ما دخلتش الصلاة. أنت بتصلي واقف وقادر على الوقوف، يبقى تكبيرة الإحرام لازم تكون واقف فيها كاملة. الله أكبر، بعدين الله أكبر اركع. عشان الموضوع بدأ يتكرر كتير، أنا جاي ألحق الصلاة بسرعة، الله أكبر. أنت ما دخلتش الصلاة، أنت لسه بره، أنت واقف بره، أنت ما دخلتش الكلية وبتذاكر الكتب بتاعتها. هتنجح؟ كلا. عايز تدخل الصلاة، أنت واحد هتصلي واقف صح؟ قادر تصلي واقفا؟ نعم. يبقى تكبيرة الإحرام إيه؟ واقفا، واقف. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ركن أساسي. يعني لو ما عملتهاش أنت ما دخلتش الصلاة. فبالتالي لما تيجي تكبر تكبيرة الإحرام وأنت نازل، صلاتك باطلة، صلاتك باطلة، ما دخلتش الصلاة، أنت ما صليتش. فعشان الناس اللي بقت بتكررها كتير وبدأنا نراها كثيرا كثيرا كثيرا، الصلاة شغالة وأنت جاي تدخل في الصلاة وأنت بإذن الله رجل صحيح هتصلي واقف، فبتكبر تكبيرة الإحرام إزاي؟ بص، الله أكبر وأنت واقف. يعني تكبيرة الإحرام تخلص وأنت واقف، بعد كده تنزل. طب أنا بصلي قاعد أهو، حلو، بتصلي قاعد، قادر تكبر وأنت واقف؟ يعني تكبيرة الإحرام قادر تعملها وأنت واقف؟ نعم، بقت واجبة عليك تعملها وأنت واقف. هذا الأمر أصبح يتكرر كثيرا، ربما بعض الناس لا يعلم، فهذا إعلام لهم حتى لا تكون صلاتهم باطلة. لو ما كنتش عارف قبل كده تجاوز الله عنك، انت دلوقتي عارف، لو كررتها بعد ان عرفت وبعد ان علمت فصلاتك باطله، وهذا ما نعلم. وختاما نذكر باخواننا في فلسطين، نذكر بهم، نذكر الا ننساهم، نذكر ان ندعو لهم، نذكر ان نتبرع لهم ان استطعنا الى هذا سبيلا، نذكر ان نقاطع في وجه الله سبحانه وتعالى. فالامر جد عظيم، فالامر لم ينتهي، ربما الاخبار قلت، ربما احنا ما بقيناش بنسمع كتير، ربما ما بقيناش بنشوف كتير، ولكن الامر كما هو كما تركته في اخر مره. شوف اخر مره سمعت اخبار امتى او شفت حاجات امتى؟ الامر زي ما هو، بل زياده بل زياده بل زياده. فيحتاجون منا اقل ما نفعل ان نذكرهم كما نفعل الان، ان ندعو لهم في دعائنا، ان نتبرع لهم ان استطعنا الى هذا سبيلا، فهم في امس الحاجه الى تبرعاتنا، ان نقاطع قدر الامكان بوجه الله سبحانه وتعالى. وهذا شيء نقف به امام الله، نقول له يا رب قلت لنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وهذا كان ما بوسعنا، فشيء نقف به امام الله، نقول له يا رب حاولنا الالتزام قدر الامكان بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، والله تعالى اعلى واعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب على الحق أقدامنا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا شابا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم عليك بالظالمين ومن عاونهم، اللهم عليك بالظالمين ومن عاونهم.
اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها يا رب حفرة من حفر النار. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها يا رب حفرة من حفر النار. اللهم قنا حر يوم القيامة، اللهم قنا بأس يوم القيامة، اللهم قنا هول يوم القيامة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واجعل يا رب آخر أعمالنا من دون الصلاة، واغفر قولنا منها لا إله إلا الله. عباد الله، إن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه يزدكم وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله يغفر حي على الصلاة حي على الفلاح والقامت الصلاة والقامت الصلاة الله أكبر الله